مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نهار اليوم ان شاء الله يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. وصفتنا نهار اليوم عبارة على طريقة تحضير الديول بدون تعب، بلا ما تتحرقي بلا ما تخافي. طريقة جد مميزة راح تديري بها حالة في رمضان. اي وحدة مبتدئة راح تديرهم راح تنجح معهم من اول تجربة. شفافين ورقاق، ما يتقطعوا ما يتكسروا معنا على البخار بالبانسو، يجوا ما شاء الله طريقه بزاف هايله. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير ومشاهده ممتعه. في الاشواء راح نحط كامل المقادير تاعنا. اول حاجه جبت سميد الرطب. بالنسبه للسميد ما تهمش النوعيه، انا النوعيه اللي تكون عندي في الدار نخدم بها، المهم يكون هذا الرقيق. خدينا منه كيلة، درت في هاد البول تاع الشوربه. هذا ماشي الصغير كامل وماشي الكبير كامل، هذاك اللي يجي متوسط. ضفت مغرف صغيره ملح وربع مغارف زيت كبار. الزيت راح يساعد هاد الديول تاعنا باش ما يتكسروش يجونا طريين. وضفت مغرف كبيره خل، ونضيف كيلة ونص ماء. الكيلة اللي كيلنا بها السميد هي اللي راح نكيلو بها الماء، وراح يجونا مقادير مضبوطه. نخلط هكذايا شويه بالمغرف. دوكا حنميكسي كامل هاد المقادير كيف كيف من 5 حتى ل10 دقائق. ولا كان الاشواط تاعك من هذاك النوعيه اللي كيسخن يحبس، خليه شويه يبرد شويه وعاودي زيدي ميكسي الخليط تاعك. هذا هو القوام اللي نسحقوه، جاي هكذايا كيما البغرير، كيما لي كراب. نديروه ماشي سايل بزاف البنات، ونخلوه يريح من نص ساعه حتى لساعه. وكل ما يقعد كل ما راح يجي خير. هذا هو البانسو تاعي العجيب، مخلياته غير للديول. من الاحسن يكون هدايا العريض كبير باش كي تخدمي به تكملي بالخف. بعد ما ريح الخليط تاعي حضرت حمام مائي. في الطنجره حطيت اقل من نصف ماء. جيبوا كرابيير ولا مقله ما تلصقش، ولا كانت المقله تاعكم تلصق نقول لكم غير ما كان لا، خاطرش راح تعذبكم بزاف. كل ما تحطي الخليط تاعك كل ما تعاودي تمسحي، وحاولي شوفي البلايص هذوك المخصوصين نزيدي لهم. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي. نقطه مولفتهم يدي مشات فيهم، نخليهم غير ينشفوا. نحوهم هكذايا بطريقه سهله كامل. شوفوا كيفاش جاوني شفافين بزاف. غير نحوهم نغطوهم، لازم نغطوها باش ما تنشفليش. نعاود نحط ونمسح حتى تكملي كامل الحبه تاعك. وهذه هي افضل واسهل طريقه للمبتدئات اللي حابه تتعلم الديول، تتعلم بهذه الطريقه، ما يجوكش صعاب وترفديهم بالخف. نحاولوا نديروا زوج طبقات باش ما يتكسروا لكمش. شوفوا كيفاش نرفدها. ونغطيها مباشره باش بالحراره تاع الديول راح يطراو الحبات الاخرين وما يلصقوش حبه فوق حبه كما راكم تشوفوا. ماشي كامل لاصقين. ونكمل كامل بنفس الطريقه هكذايا نحطو ونعاودو دائما في كي نحطو هذيك المسحه نعاودو مسحه فوقتها هكذا ما يتكسروش، وراح يجيكم حبات هايلين. واللي موالفه البنات بالطريقه التقليديه راهي خير وبركه. انا موالفه ندير بهذه الطريقه، درت لكم بها ومعتمدتها شحال من عام. الوراقي تاعي راهم شفافين ما شاء الله. دائما ما نساوش نغطوا الحبات تاعنا، احنا يقعدوا لنا هكذا طريين. نكملوا كامل الحبات بنفس الطريقه. البنات على قلت لكم البانسو عريض، شوفوا كي تمسحوا مسحه. الكرابيغ تاعي راهي كبيره البنات ماهيش صغيره. شوفوا كي تمسحوا مسحه راح تحسوا بلي تقولوا اني كملت. ماشي كما كديروا بالبانسو الصغير هذاك تقعدوا تضربوا وتعاودوا ومام يعييكم. انا هنايا كنت كملت الكميه تاعي بالخوف، ما حسيتش كامل كيفاش كملتها.
وتاني كي تكون عندكم مقلة ما تلصقش، شوفوا كيفاش راهم يتنحاو، راح يتنحاو معكم بكل سهولة. بها قلت لكم، لا كان المقلة تاعكم تلصق ما كان له ديروا وتعبوا رواحتكم. دوكا نزيد نخدم معكم هدية. البنات انا نقول لكم كامل خدموهم، راهي طريقة بزاف سهلة بكل اريحية، راح تخدميهم. تقدري ديري كمية كبيرة وحطيهم في الثلاجة، وكل يوم جبدي واش تسحقي. هنايا خلوها حتى تنشف مليح البنات، راح ماشي تكسر لكم، راح تقعد لكم طريه في المقله وتقسم لكم كي ترفدوها قبل ما تنشف. دوكا كي تحطوهم، القاعده اللي كانت لتحت، شوفوا كيفاش راهي شفافه. القاعده اللي كانت لتحت في المقله هي القاعده اللي راح تحطيها هنايا وتغطيها هكذايا، ما حين يلصقوا لكم ما والو. بعد ما كملت كامل الكميه تاعي، شوفوا راهم طريين وشفافين، جاو خفاف ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاونا. كي تخبوهم حطوهم في الثلاجه في ساشي برك، يقعدوا لكم من 3 حتى 4 ايام. ولا كان حطيتوهم في المجمد جبدوهم الوقت اللي تحقوا نتوما. شوفوا كيفاش جاوني، راهم يترعدوا وحدهم. هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تبعتوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام جوليا كويزين. الى وصفه لاحقه ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.